جمعة مباركة على الجميع. تعالوا بقى نعمل فطار كده سريع بحاجة موجودة عندنا في كل بيت. طالعين من العيد وعندنا بقى مكون كده بيبقى موجود في كل عيد بنقدمه لضيوفنا. هاتي منه كده كوباية واعملي القرصة الطرية الحلوة دي بشوية جبنة كده وفطري ولادك. عايزة اقول لكم خطيرة. يلا بينا اقول لكم الوصفة بتاعتنا الحلوة دي كده شكلها قبل ما تطلع ما تخش الفرن. عندك بقى ترمس وحمص باقيين من العيد. هاتيهم زي ما انتوا شايفين. بقول لكم بصوا، هما مستويين وايه ومبلينهم ومنقوعين عندنا من العيد وباقيين عندي كده. هروح بقى واخداهم زي ما انتم شايفين، والملح بتاعهم خفيف، انا ولا شطفتهم ولا حاجه، زي ما هما كده. حطيتهم في الكبه وحطيت معاهم معلقه كركم عشان نعزز بقى لون الترمس والحمص. ومعايا بيضايه هاخد منها كده البياض واشيل الصفار كده على جنب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. عندي كمان معلقه سكر كبيره حلوه كده، هروح حطاها وحاطه كمان معاها. زودت بس سنه عشان تبقى معلقه. وده نص كيس من الخميرة حطيتهم كده وضربتهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هجهز بقى عندي ايه، نص كوباية من المية الدافية احطها جنبي كده وماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة. خلاص هفرم بقى الترمس بتاعنا ده. الترمس ده مش هيبقى مية، الترمس ده انا هيبقى كده محبب، بس انا هوريكم شايفين شكله لسه بقى لما ازوده بقى المية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وطبعا متفقين الميه حسب ايه العجنه اللي قدامي او حسب الدقيق اللي قدامي. خلاص فرمته كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا لسه محبب معانا، مش هيبقى معانا سائل خالص، هيبقى كده حبيبات. تعالوا بينا بعد ما ايه ما فرمناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هجيب بوله واروح ايه منزله كل الخليط ده، ومعايا بقى كوبايتين من الدقيق، يبقى كوبايه حمص على ترمس وكوبايتين من الدقيق. فاكرين انتوا الوصفه اللي انا عملتها لكم من الترمس والحمص في العيد اللي فات؟ عملنا منه احلى عيش. بصوا بقى النهارده هنعمل قرص طريه، معلقتين من الزيت وننزل بكوبايتين الدقيق تدريجيا كده واقلبهم بالمعلقه لغايه ما العجينه بتاعتي تتلم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هنزل عليهم برضو بكميه الميه كده لغايه اما ايه ما العجينه تتلم معايا وتتعجن وتحسيها بايديكي كده انها اتعجنت وبقت ايه كويسه معاكي. العجينه بتاعتي مش هتخمر، انا هسيبها كده حوالي عن 10 دقايق عقبال لما الفرن بتاعنا يسخن ونتعامل معاه. خلاص كده انا لميتها، احط بقى نقطتين زيت وايه واروح لماها زي ما انا بقول لكم كده، واجهز بقى الفرن بتاعي واجهز الصاج. وتعالوا بينا نقطعها. حابه بقى تقطعيها زي ما انت حابه، انا هعملها كور صغيره زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. اكورها زي القرصه الطريه بالظبط. كده بقى عملنا فطار سريع من ايه، من مكونات موجودة في البيت وحاجات مغذية من الترمس والحمص. عملنا احلى قرص طرية بأمانة ربنا، من الوصفات الروعة الجميلة والله. طعمة قرصة طعمة زي ما انتوا شايفين. انا كورتهم كده. هروح جايبة بقى عندي الهراسة دي اضغط عليها. شايفين انتوا لما تضغطوا عليها كده عاملة شكل كأنه شكل الكعك بالظبط بالشكل ده كده. خلاص انا قلت لكم العجينة بتاعتي ما خمرتش، اروح انا عاملاها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. واروح جايبة بقى صفار البيضة اللي كنا ايه واخدين منه البياض وحاطينه على الوصفة. اروح حط عليه بقى سنة فانيليا واروح دهنه الوش بتاع الايه القرصة دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. احط عليها الفانيليا وادهن بقى الوش. وتعالوا بينا بقى نجهز بقى شوية سمسم، حبة البركة، حبة تحطي حطي، مش حابه ما تحطيش، دي اذواق. بصوا بقى حبايبي زي ما دهنت الوش كده هحط انا برضو سمسم وحبه البركه زي ما بقول لكم. وطبعا الفرن سابق التسخين. وتعالوا بينا بقى بعد ما خلصنا كده بالشكل ده ندخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم القرصه لسه سخنه. عايزه اقول لكم بقى القرصه شايفين ظهرها. بصوا هفتحها بس، شايفين انتوا عامله ازاي؟ شايفين انتوا الترمس اختفى مع دي بقى عامل ازاي وطري ازاي. عايزه اقول لكم قرصه روعه وتحفه. ولسه لو ما عملتوش لايك لتيتا اعملوا لايك لتيتا عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا نقدمها مع شويه جبنه كده وجمعه مباركه على الجميع ونفطر مع بعض. واقول لكم بقى لو عجبك القرص الطريه اللي بالحمص والترمس ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.